تعالوا النهاردة نعمل مع بعض السندوتش السوري، سندوتش البطاطس اللي مجنن عيالنا كلهم. ونعمله كده بتفاصيل تكون بسيطة وحاجات تكون على قد ايدينا ونوفر فلوسنا شوية. هنعمله ان شاء الله ونعرف المكونات بتاعته ايه وحاجات كده كلها، والله في دقايق هتكوني مجهزاها ان شاء الله. وكمان العيش السوري او عيش الصاج زي ما بتسميه عملته كمان في البيت، بس هنزله ان شاء الله في فيديو تاني. وكمان هنا بقى انت المتحكمة في الساندوتش بتاعك، في الحشوة بتاعته، لو حابة تضيفي فيها حاجات او حابة تعمليها بنفس ما بيشتروه بالظبط. تعالي نسمي الله كده ونصلي على رسولنا الكريم ونشوف تفاصيل الساندوتش اللي مجنن عيالنا وما عادوش عايزين ياكلوا الا هو تفاصيله بسيطة جدا، وهي مقاديره زي ما انتوا شايفينها كده، بتبقى مكونة من بطاطس ومخلل خيار ويا دوبك التومية اللي احنا عملناها قبل كده ونزلناها على القناة. حابه تضيفي هو كل اضافاته، ممكن تضيفي انت بقى من عندك الصوصات اللي انت حباها. يعني ممكن تزودي كاتشب، ممكن تزودي باربيكيو، ممكن تزودي اي حاجه انت متاحه عندك. وده كمان العيش عملته وان شاء الله هنزل لكم الفيديو بتاعه. يعني انا ما اشتريتوش من بره لانه اسعاره بقت صعب قوي، فهنحاول كده نعمل حاجتنا. والسندوتش هتعمليه مش هتكملي حاجه في قلب المطبخ لو كانت حاجاتك كلها جاهزه معاكي. العيش لو جاهز والتوميه لو جاهزه، وكمان البطاطس ديت انا مفرزاها، يعني كمان مش هتاخدي اي وقت. وبصراحة ربنا البطاطس اللي بتبقى متفرزة وتطلعيها على طول على التحمير بتبقى اطعم بكتير من اللي انت بتكوني لسه قلياها دلوقتي. حتى اللون بتاعها بيبقى لونها جميل جدا ولونها موحد وحلو قوي، بتلاقيها كده مقرمشة من بره وطرية من جوه، يعني طعم تاني. تمام زي ما انتم شايفين كده الشكل قدامكم، ويا رب يكون واضح. تعالوا بقى نلفه كده مع بعض ونشوفه هنعمل فيه ايه بالظبط. هنا كنت بقول لكم البطاطس مقرمشه وطعمها في منتهى الجمال. حابه ترش عليها كده شويه بهارات مفيش مشكله، حابه تسيبها زي ما هي كده، لان معانا مخلل الخيار ومعانا التوميه هيدوا طعم في منتهى الجمال. هنا ده العيش اللي انا كنت عاملاه وكنت حافظاه بالشكل ده. لو حابه تعمليه وتحفظيه في قلب الفريزر زي ما انا كنت لفاه كده وتحطيه في اكياس التلاجة وتحطيه في الفريزر، هيطلع معاكي في منتهى الجمال. بتطلعيه يفك وبتبتدي تستخدميه على طول وتجهزي السندوتشات بتاعتك. هنا هنعمل جزء بالتومية بس، وهنعمل جزء بالكاتشب، وهنعمل جزء كده هنحط فيه باربيكيو لان انا بحبه بصراحة، فبحب ان انا ريحته وطعمه بحب ان انا احطه. هنا زي ما انتم شفتوا كده بتحط البطاطس بتاعتك والخيار. الخيار هنا مقطعاه قطع كده رفيعة زي ما انتم شايفينها، وتبتدي تدهني السندوتش بتاعك التومية وتبتدي تلفيه اللفة ديت. وهنا بقى بيبقى يدوله تشويحة كده خفيفة، انت ممكن تزوديها وتحمريه شوية، ممكن تعمليه يبقى طري معاكي براحتك، دي حاجة ترجع لك انت. نعمل كده سندوتش تاني مع بعض كده بنفس الطريقة، طريقته بسيطة جدا ومكوناته سهلة جدا، ما فيهاش اي يعني حاجة معقدة ولا حاجة، يعني كله سهل وفي دقايق هتكوني مجهزاه. زي ما قلت لك الحشو هنا ترجع لك، ممكن تبقي عاملة فيه اضافات كتيرة جدا. تمام. وكمان العيش السوري ده يعني سهل سهل سهل، وهتعمليه يعني مش هياخد منك وقت خالص. هنا بقى نحط كمان على التومية كده نحط كاتشب، وهي الصوصات دي اللي بتدي طعم شوية للسندوتش بتاعك، تكتري تقللي ده حاجة ترجع لك انت. احنا بس حبينا نعمله كده مع بعض. يعني هو بصراحة ربنا مش هيكلفك كتير خالص عما بتشتريه من بره، وكل يعني كل يوم اسعاره بتغلى. يعني كل شوية من الاولاد يعني ملهوفين عليه جامد جدا، فكل يوم والتاني اسعاره بتعلى قوي. هتعمليه في قلب البيت ان شاء الله مش هيكلفك اي حاجة. وكمان هتستعجبي كده وتستغربي ان لو قلتلك كمية العيش اللي انا عاملاها، العيش السوري ديت بنص كيلو دقيق، 4 مجات دقيق كده. عملوا معايا كمية في منتهى الجمال. ان شاء الله هنزل لكم الطريقة، وهتلاقيه سهل جدا جدا وهتطلعيه بطريقة حلوة قوي قوي. تحبي بقى تعمليه كبير تعمليه صغير ده حاجة ترجع لك انت. هنا كنت عملت معايا والباقي لفيته نفس اللفة زي ما انت شايفة كده، وهحفظه على طول في الفريزر. لو انا مش هستخدمه في اليوم اللي انا مطلعاه فيها هتحفظيه على طول في الفريزر.
بس انا كنت هستخدم ده بالليل فبسيبه على طول، عشان كده كنت لفاهم كلهم مرة واحدة. تمام. انما انتي هتستخدمي على قد استخدامك، على قد ما هتحفظي، يعني مش هتلفي كل الكمية في كيس واحد، هتلفي على قد استخدامك، لان ما ينفعش تطلعي الحاجة من الفريزر تفك وترجعي تجمديها تاني. تمام. هنا زي ما انتم شايفين معلقة زيت بس، ولو حابة تدلعيهم شوية ممكن تبقى حتة زبدة المتاح عندك والموجود عندك. هي معلقة زيت واحدة بس، وتبتدي ان انت تديله يعني تبصميه كده زي ما انت شايفة. بس ممكن تزودي التبصيمة شوية ان هو يتحمص معاكي حب، ده لو انت بتحبيه كده. لو حباه طري هتطلعيه بقى قبل كده بشوية. هنا طلعوا معايا همت، انا كده عملت 5 بس. قلت اشارك الوصفة معاكم كده، يمكن اولادكم يعني، هي انا شايفة ان كل الاولاد كلهم كده بقوا نظام واحد، حابين الحاجات الجاهزة وحابين ياكلوا الحاجات السريعة الجاهزة ديت، فقلنا نعملها في قلب البيت بطريقة تكون بسيطة وسهلة. يا رب الفيديو يعجبكم وينال اعجابكم، ويا رب كده الوصفة تكون بسيطة وسهلة عليكم. ويا ريت ما تنسونوش في اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس، ان شاء الله وصفاتنا تكون بسيطة وعلى قد الايد، وتكون حاجات كده يعني ايه، نعملها بكل سهولة وتكون سريعة كمان. عملنا التومية مع بعض، وان شاء الله هنزل لكم كمان العيش السوري، علشان نبقى كل حاجة عملناها. والمخلل الخيار بنخلله على طول، يعني كل حاجة بتبقى جاهزة عندنا. واشوفكم في رعاية الله وفي حفظه وفي امانه، والسلام عليكم ورحمة الله.